السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. وصفتنا النهاردة العيش الفينو. طبعا مفيش بيت بيستغنى عن العيش الفينو، ونظرا بقى لارتفاع سعره واستغلال المحلات، فانا قلت اعمله معاكم نشوف مكوناته ايه. اول حاجة هنحط بولة معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين من السكر، وكوباية من المية الدافية. هنقلبهم كويس قوي وهنسيبهم لما يخمروا. لما بقى الخميرة تخمر معانا هنجيب العجان بتاعنا، هننزل بكيلو من الدقيق وعليه نص معلقة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. دي مكوناته، مكونات سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة، وكلها حاجات موجودة في البيت ومش مكلفة خالص، وطبعا طريقته مفيش اسهل من كده. هنبدأ بقى نخلط المكونات الجافة كلها معانا، نخلطها كده مع بعضيها. وهننزل عليهم بالخميرة. طبعا انتوا شايفين الخميرة خمرت معانا كده وعليت وبقللت ازاي كده. الخميرة بتاعتنا كويسة. هننزل بقى بالخميرة بتاعتنا ونسيبهم يتعجنوا مع بعضهم. ما عندكيش الا عجان هتعجني على ايديكي، عجنه بسيط جدا وخفيف جدا، مش محتاج غلبة. وهننزل عليهم ب3 معالق كبار من الزيت. ودي كل مكوناتنا يا جماعة، ما فيهاش اي حاجة يعني صعبة ولا حاجة غالية ولا حاجة مش موجودة، كلها مكونات بسيطة جدا. وهننزل عليهم بكوباية مية تاني. هنسيبهم بقى يتعجنوا مع بعضهم كويس كده. وهنشوف العجينة لسه ناشفة شوية، محتاجة مية تاني. هنزل عليهم بكوباية مية تاني كده. كيلو الدقيق معانا خد 3 كوبايات من المية. هنسيبها بقى تتعجن كويس كده مع بعضيها. العجينة بتاعتنا بقت جاهزة كده، عجينة طرية وملمسها ناعم، بتلزق بسيط جدا. هي دي العجينة المظبوطة، ولا أسهل ولا أخف من كده، ولا بقى في افتكاسات فيها ولا في أي مكونات صعبة علينا. هنغطيه بقى كويس بالاسترتش راب وهنركنها لما تخمر. نغطيها كويس ونسيب عجينتنا لما تخمر كده. بعد ساعة الخميرة خمرت معانا وعليت كده زي ما انتوا شايفينها. هنبدأ بقى نخرج الهواء منها وننزل بقى بالعجينة على الرخامة بتاعتنا، ونبدأ نلم فيها كده ونعجن فيها شوية كده، نطريها بس في ايدينا بس. ونقسم العجينة بقى زي ما انتوا عايزين، اللي عايز مثلا رغيف فينو كبير، اللي عايزه صغير، اللي عايز كايزر. دي برضو يا جماعة عجينة الكايزر برضو بتتشكل كده زي ما انتوا عايزين. هنغطيها ونسيبها تخمر تاني. كده سبتها حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة، والعجينة زي ما انتوا شايفين كده مظبوطة وكويسة، والعجينة والخميرة بتاعتها حلوة. هنبدأ بقى نفردها بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها ديت. مش هنرققه قوي، احنا يا دوب بس هنخلي ايه السمك بتاعه يعني نص سنتي كده. ونلفه بقى رول كده زي ما انتوا شايفين، ونقفل بقى الفتحات ديت، هنقفلها كويس ونقفل الجناب. وادي كده تشكيل الرغيف الفينو، ولا في اي مشكلة ولا في اي حاجة، وحاجة بسيطة وسهلة زي ما دايما معوداكم ان كل وصفاتنا سهلة وبسيطة. وهنجيب الصاج بتاعنا ندهنه بالزيت
هنرص فيه كل العجين بتاعنا يبقى من نفس الشكل. عملوا معايا 23 رغيف. كيلو دي يا جماعة عمل 23 رغيف. سيبناه بقى لما خمر بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنديله رشة مية خفيفة كده ونرش عليه سمسم. مش حابة ترشي سمسم بلاش، خليه سادة كده، بس السمسم بيديله طعم كده وبيديله شكل حلو. بس وادي الفينو معانا جاهز، هندخل على الفرن. وادي الفينو بتاعنا اول ما طلع من الفرن خد معانا بالظبط ربع ساعة. اديته رشة كده من المية وغطيته عشان يفضل محتفظ بطراوته. وزي ما انتوا شايفين شكل الفينو عامل ازاي. وكيلو دي عمل معايا 23 رغيف. يعني حاجة مش مكلفة وحاجة بسيطة وكلها في البيت، ومفيش اي افتكاسات فيه ولا في اي مكونات غالية ولا صعبة، كلها حاجات بسيطة ومن قلب البيت. وزي ما انتوا شايفين كده الفينو هش وجميل وخفيف. وكنا نتعود نعمل كل حاجة يا جماعة في البيت، والله العظيم أرخص وأسهل وأنضف. طبعا انتوا شايفين أسعار الفينو بقت عاملة ازاي، ومفيش بيت فعلا بيستغنى عن الفينو. ونعمل فيه أي حاجة، سندوتشات للولاد، نعمل فيه أي أكلات نحطها في الفينو، كبدة، همبرجر، سجق، بيبقى عندنا الفينو. عاملين كل حاجتنا في البيت، وكل حاجة في البيت جميلة ونضيفة، وربنا يحسن ما بين ايدينا. وشايفين الفينو وجماله وطراوته، والله ما قادره اقول لكم على طعمه. انا عماله اصور واوري لكم وادوق والله من جماله. حاجه جميله جميله جميله. ولو عجبكم الفيديو بتاعي يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك عشان يجيلكم كل جديد. ويا ريت لو حابين اعمل لكم حاجه معينه او وصفه معينه تشاركوني في التعليقات وتقولوا لي اعمل لكم ايه الوصفه الجايه، واحنا نعمل كل حاجه مع بعضينا ونخلي كل حاجه معموله في بيتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت وصفتي تكون عجبتك.